بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي يا متابعيني ويا أصدقائي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة يا رب العالمين. حضراتكم شايفين أهو جلابية بيضة بتاعة عريس، عقبال عندكم جميعا. يا رب يجعل أيامه كلها فرح وسعادة يا رب. قصتها ايه؟ هعملها له سعودي. أول حاجة قصتها الصدر القداماني والصدر الظهراني والظهر الوراني. ده الصدر القداماني أهو، بنسميه البدن القداماني. ده جيرو الياقة أهو، كاميرا جايباه. ده جيرو الياقة، ده الإزبال بتاع الكتف، سقوط 3 4 سم من الكتف من هنا. ودي فتحة البشتيك بتاع الزراير والعراوي هنا. ده البدن القداماني. طيب ده البدن الوراني. ده البدن الوراني في فرد اهو، هتركب فيه السفرة. ده الظهر. تمام. ادي السفرة، ادي جيرو الياقة بتاع القفا من ورا. دي السفرة. وبعد ما تركب الحاجات دي هوريها لحضراتكم بس ببدأ معاكم خطوة خطوة. ادي الكمام، كم يمين كم شمال. ادي كمين. ادي السفرة زي ما قلت لحضراتكم اهو. طيب ادي الجناب، الجنبين اهو. هنقفل الجنب ده كده من الجنب ونسيب فتحة الجيب. ادي فتحة الجيب اهي. بس بعد ما نقفلها بغرزة واسعة زي السراجة، نبدأ نفتحها تاني بعد ما نركب الايه؟ الجيب بتاعها اللي هي السيالة. ادي جنب وادي جنب، واحد يمين وواحد شمال. ادي السفرة. طيب ادي الجيب، لزقتها فوزدين وكوتها. ادي الجيب اهو بتاع الصدر اللي فوق. ده الجيب. 4 اشاتيك اهم، 2 يمين و2 شمال. دول 2 اهم، 2 يمين و2 شمال. دول 4 اشاتيك. بنقصوا من المقاس بتاع الجلابيه، من المنطقه ديت، المنطقه تحت الاشتيكه، من تحت في اسفل الاشتيكه. دي عرضها كام؟ دي 7 سم، المفروض 7 سم. بقصها 8 ونص علشان الخياطات. يا صافي 7 سم. ادي 4 اشاتيك. طيب ادي مرد الزراير اللي هيبقى في الناحيه اليمين، وادي المرد اللي هتبقى في العراوي. حاطط له حشو بتاعه عشان يبقى صالب كده. ادي المرد وادي مرد. تمام. ادي الجيب الصغير اللي هيتحط في الجيب اللي فيه الساعه بتاع الموبايل. ده الجيب ده بتاع الموبايل، يتحط السحراوي جوه الجيب بتاع الجنب. دي الياقه، الملزوقه بتاعها، الحشو بتاعها الفينهاوزن اهو. الحشو بتاع الياقه اتلزق. بعد ما تتخيط تبقى شكلها حلو، لان سابق مسافه الخياطه اهي. الحته اللي انا بسيبها ديت مسافه ما بنخيط كده، وبنمشي جنب الحشو بالظبط، تبقى ليها العرض كده. بعد ما بتخلص ادي الجيوب بتاعت الجناب، السياله يعني. ادي واحد وادي واحد كده. شرحت
الجلابيه اتقصت، وريتها لحضراتكم بالحته دول كده هيبقوا جلابيه. بعد ما يتنفذوا هيبقوا جلابيه، مش هنحتاج حاجه من بره خلاص. اتقصت، ده كان 3 متر الا ربع، واتعملت الجلابيه وخلصت قصصان. نبدا نحضرها على المكنه، نحضرها سنه سنه، واحده واحده، كل حته تتحط في مكانها علشان في النهايه تبقى جلابيه. بعد ما نصلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام نبدا شغلنا. بسم الله. نبدا ازاي ونعمل ايه؟ اول حاجه نعملها المفروض اخلص الياقه، اعملها واركنها جنبي. دي الياقه. اخد مكنه على الوش كده بنطه عرض الدواس عشان اثبت فيها الحته اللي اتلت تحت دي. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض الدواس يعني الدواس ده بتاع المكنه. بسم الله. بسم الله الحافظ، رب احفظني من عندك، يسر امري يا رب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احسن خاتمتنا، اللهم بارك في ارزاقنا، اللهم بارك في اعمارنا، اللهم بارك في اعمارنا، بارك في صحتنا يا رب، يا رب بارك في صحتنا يا رب، يا رب اشف كل مريض يا رب. خدت البنط اهو، عرض الدواس شكله حلو، مقاس واحد. اقفل الياقه بقى، امشي جنب الحشو، ما اركبش على الحشو، امشي جنب الحشو علشان ما تبقاش فيه تخانه ولا جعبه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد فرماتوره كده الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. وامشي جنب الحشو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحشو ابيض والقماشه بيضه، ربنا يجعلها بيضه على صاحبها يا رب، ويجعل ايامه كلها فرح وسعاده، لان العريس ده من الناس المحترمين، ربنا يسعده ويفرح قلبه. بسم الله. القماشه بيضه والحشو ابيض، وانا شغال بعين واحده. بسم الله ما شاء الله، قدر الله وما شاء فعل. بسم الله. بسم الله. والله ماني شايف الغرزه ماشيه فين ولا المكنه ماشيه فين، والله. ربنا يسامحني بقى، لولا ان انا بحب صنعتي اقعد ما اشتغلش. الحمد لله رب العالمين. انما انا بحب صنعتي وبعشقها، بحب شغلي وبعشقه، بعشقه يعني لدرجه العشق. بيتهيألي لو بطلت شغل اموت، لو بطلت شغل على المكنه ديت والخياطه واطلع اللي جوايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتعب واموت ما استحملش. انا كده بعمل ايه؟ بعرش الزياده، واخد كام فرد كده عشان هتتقلب العكس، ما اخليش بوز المقص يعدي الخياطه، ده اسمه فرد. اقلب الياقه بقى عند المكوى وارجع لحضراتكم تاني. ما تنسوش مشاهده الفيديو للاخر، لاني محتاج دعمكم ومساعدتكم ليا. ربي يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.